زي ما احنا شايفين كده احنا هنا بنملى الاحواض. الطريقه اللي احنا عاملينها دي بص بتخلي الميه زي ما احنا شايفين كده طالعه مثلا من حوض من الفتحه دي، بتبتدي تخش بعد كده في الاحواض الثانيه، مثلا زي الحوض اللي احنا قلنا عليه لسه منزلين فيه سمك ده دلوقتي. انا مش عايز انزل فيه الميه مباشر على الحوض، فبعمل ايه؟ انا قافل المحبس بتاعه هنا وفاتح المحابس الثانيه اللي لسه هينزل فيها السمك ان شاء الله بكره، تمام، علشان ازود الميه في الحوض ده. فانا سايبها لحد ما توصل للمستوى تتساوى فيه الميه كلها، تبتدي تنزل لي من هنا اهو وتخش في الماسوره ديت بتاعت الصرف، وتبتدي تخش بهدوء في قلب الحوض من غير ما تعمل لي مشكله او من غير ما تعمل لي تغيير مفاجئ في درجه الحراره او في تركيبه الميه بتاعه الحوض. من رايي دايما ناخد بالنا من الافكار دي البسيطه جدا اللي بتخليني اقدر احافظ على جوده الميه اللي موجوده عندي وتحافظ على الزريعه واشتغل اقلمه. خد بالك دايما نحط 50 خط تحت كلمه اقلمه دي، ناخد بالنا من الموضوع ده كويس قوي.